السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. وصفتنا النهاردة بخصوص رمضان حاجة حلوة قوي تشرفك قدام ضيوفك في رمضان، وهي الكنافة بالمهلبية. تعالوا نخش على الوصفة بتاعتنا، وشايفين شكل الكنافة عاملة ازاي واللون بتاعها موحد ازاي. تعالوا اقول لكم بقى هنعملها ازاي. معايا كوبايتين من اللبن او الحليب. تمام. هنحط عليهم نشا. تمام. عايزه اقول لكم بتطلع كريميه جدا وحلوه جدا اهو. كل ده طبعا على البارد، يعني احنا لسه محطيناهاش على النار ولا حاجه. طبعا كلنا شطرات وعارفين الخطوات بنعملها ازاي. لو حطيناها على النار اللبن هيبقى سخن معانا، النشا هيتكتل معانا مش هنعرف ان احنا نفكه. لكن قلبي النشا على البارد هيطلع معاكي حلو جدا. تعالوا بقى نرفعه على النار كده. ومعايا ورقة فانيليا او شوية فانيليا سايلة، حسب ما بتحبي. بتحبي انهي نوع في الفانيليا. انا عامة بحب بصراحة الاكياس دي احسن من السايلة. كل واحد حسب ما بيحب. بصوا قلبت النشا خالص. هروح بقى ارفعه على النار لحد ما يتقل معانا. وبعد كده نحط الفانيليا في الاخر عشان خاطر الريحه العطريه بتاعتها يعني ما تمشيش. احنا عايزين الفانيليا تبقى حلوه في المهلبيه بتاعتنا او القشطه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الكنافه. جبت بوله بقى، ومعايا النهارده كيلو من الكنافه عشان ما شاء الله انا هعمل صينيه كبيره. لو انتي هتعملي نص كيلو تمام هقولك اعملي ايه. بصوا طبعا الكنافه انا جايباها حطاها في الفريزر قبلها بيوم، مطلعاها بصوا متلجه جدا عشان عايزه فتفتها. لو انتي عندك كبه اطحنيها في الكبه هتتكسر معاكي خالص. تمام. الحاجه بقى الوحيده اللي هتخلي معانا الكنافه بتاعتنا تاخد لون موحد كلها ولون واحد، هنحط 3 معالق من السكر البودره. تمام. 3 معالق على السكر دول بيفرقوا جدا في لون الكنافة بتاعتنا. هيخلوها من بره ومن جوه كده واخدة لون حلو اهو بالشكل ده. لو ما عندكيش سكر بودر سكر عادي هيمشي معانا اهو بالشكل ده. حطيت 3 معالق. هنجيب كوباية الا ربع سمنة سايحة، وهنحطها. انا زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره، يعني عامله كيلو كنافه. عايزه تعملي نص كيلو هتقللي الكميات اللي انا عاملاها، بس انا عشان عامله صينيه كبيره النهارده. تمام. هنقلب بقى السكر مع الكنافه. عايزين كل قطعه من الكنافه تشرب معانا من السكر والسمنه بتاعتنا. خلاص بعد ما شربنا بقى الكنافة بتاعتنا بالسكر والسمنة، جبنا معانا صينية مقاس كبير. وبفضل بصراحة الصواني الألمونيا بتبقى حلوة جدا في كيكة والكنافة والحاجات دي. فبفضلها جدا، وكل واحد حسب إمكانياته اللي عنده. أنا جبت نص الكنافة قسمتها وحطيتها في نص الصينية زي ما انتم شايفين. وأهم حاجة بقى تتكي على الكنافة جامد عشان تمسك في قلب بعض. وطبعا زي ما قلت لكم الاربع معالق سكر او الثلاث معالق سكر اللي احنا حطيناهم هيفرقوا جدا في لون الكنافه معانا. بصوا خلاص كانت المهلبيه بتاعتنا او القشطه بتاعتنا خلصت. هننزل بورقه من الفانيليا. هنقلب بقى الفانيليا حلو جدا، وهننزل بالمهلبيه بتاعتنا او القشطه على الكنافه. عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا، يعني بصي جربيها بس وهتفرق معاكي في الطعم جدا. هنوزع بقى المهلبيه بتاعتنا على الصينيه كلها. اهم حاجه ما نطلعش القشطه بتاعتنا او المهلبيه على الاطراف عشان ما تنشفش معانا في الصينيه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الطبقه التانية من الكنافه لما بنيجي نحطها ما بندوس جامد زي الطبقه اللي احنا حطيناها تحت، يعني بتختلف. الطبقه اللي تحت احنا بندوس عليها جامد. باي كوبايه عندك باي صينيه اصغر من الصينيه دي بتدوسي على الكنافه عشان تتمسك كلها في بعضها. طريقه المهلبيه النهارده بتفرق. المهلبيه ما ينفعش ان احنا ندوس على الوش. تمام، يعني ما ينفعش ان احنا ندوس الوش بتاع الكنافه جامد الوش بتاعها. عندك اي مكسرات بقى حابه تحطيها براحتك خالص. المكسرات حسب الامكانيات بتاعتك والرغبه. عندك سوداني، عندك زبيب، بندق، عين جمل، اي حاجه عندك يعني هتحطيها. تمام. هنجيب بقى الطبقه التانية من الكنافه. زي ما قلت لكم انا الصينيه دي مقاسها كبير بس هي مش باينه في الكاميرا قوي. دي مقاس 30 او اكبر من 30 اللي هي اكبر صينيه في الالومنيوم. تمام. حطيت الطبقه التانية زي ما انتم شايفين. بصوا انا دوست دوسه خفيفه على الوش، ما دوستش جامد زي الطبقه اللي احنا حطيناها تحت. هجيب بقى شويه من السمنه حاجه بسيطه قيمه معلقتين كده بس، هنحطهم على الوش. وهنكون مولعين الفرن بتاعنا ونحطها على الشبكه. بتقعد معانا حوالي تلت ساعه.
وبعد كده بنقلبها الناحية التانية. عايزة اقول لكم بتطلع لونها تحفة قوي وقوامها حلو. طبعا الشربات انا عملته معاكم في فيديو مخصوص للشربات، اللي ما شافش الفيديو بتاع الشربات يرجع يشوفه. انا زي ما قلت لكم انا باجي اول رمضان اعمل كمية كبيرة من الشربات واشيلها عندي، بتنفعني طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. انا مبسوطة جدا ان انا رجعت لكم بالفيديو ده، وان شاء الله هنستمر بقى ونعمل فيديوهات تانية كتير، بس شجعوني شجعوني شجعوني. بصوا زي ما قلت لكم، بصوا انا الشربات بحطه في برطمانات عندي وبحفظه. لو الجو شتاء بسيبه بره التلاجة، ما بيجرالوش اي حاجة خالص. لو الجو صيف بنحطه في التلاجة. بصوا هنسيبها بس 5 دقايق كده تهدى كده والشربات بتاعها يشربها. عايزه اقول لكم طالعه تحفه واللون جميل جدا، كانت طالعه واو. تعالوا بقى نسيبها ترتاح كده شويه ونرجع بقى مع بعض نقطعها ونشوف عامله ازاي. وحسب كميه الشربات اللي انت حابه تحطيه، عايزه تحطي مثلا كوبايتين شربات 3، حسب السكر اللي انت بتحبيه بتاع الشربات قد ايه. بص شكل الكنافه عامل ازاي، عايزه اقول لكم والله تحفه. بصوا لونها عامل ازاي، رهيبة بصراحة. شوية السكر اللي احنا حطيناهم مع الكنافة واحنا بنكسرها كده بتفرق قوي قوي. بص مخليه لون الكنافة كلها موحد وعامل ازاي، ما شاء الله. دي صينية كبيرة زي ما قلت لكم، عايزين كمية اقل هتعملوا نص كيلو، لكن انا كنت معايا النهاردة كيلو كنافة. وبكده اقول لكم خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، ما حبيتش ان اطول عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.